دي هتبقى الأكلة المنقذة لكل واحدة بتشتغل أو ما عندهاش وقت تعمل أكل وفي نفس الوقت عايزة أكلة حلوة واقتصادية وطعمها خطير. صينية الكفتة بالبطاطس بصوص خطير، سهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة من الدهن، هنزل عليها ببصلة مبشورة، ربع حزمة من البقدونس، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبهارات، والبيكنج صودا او الكربوناتو بتخلي اللحمة كده هشة ومش مكتومة. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اللحمة تتعجن معايا كويس قوي. اخد قطعة منها كده واكورها بايدي وبعد كده ابططها لحد ما تاخد الشكل الدائري اللي انتوا شايفينه ده. السمك بتاع اللحمة مش بيبقى رفيع قوي علشان ما تنشفش منكم، ولا سميك قوي علشان ما تاخدش وقت معاكم في السوا. خلصت كل الكمية بنفس الطريقة، وجهزت بقى شرايح من البطاطس والبصل والفلفل الرومي، وبقطعهم برضو مش بسمك رفيع قوي. بتبلهم بملح وفلفل اسود وشوية كده من الزيت، وبس كده. هبتدي بقى ان انا اجيب قطعة من اللحمة، عليها قطعة من البطاطس وقطعة من البصل وقطعة كمان من الفلفل الرومي، بنوقفهم كده على الحرف بتاع البايركس او الصينية اللي احنا عاملينه فيها. وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وفي بولة تانية بحط معلقتين كبار من الصلصة، معلقة كبيرة من دبس الرمان والبديل بتاعها، معلقة صغيرة من السكر، 3 فصوص ثوم مفروم، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. واخر حاجة هحط كوباية من المية واقلبهم مع بعض كويس جدا، وابتدي اسقي الصينية بتاعتي بالصوص الخطير ده. بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 قبل ما ابدأ خالص، يعني الفرن لازم يكون سخن. بتدخل الرف الوسط ولازم طبعا اغطيها. بعد تقريبا نص ساعة تكون البطاطس استوت، بشيل الغطا وافتح الشواية عشان تاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. مهما اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، انتوا مش متخيلين ريحتها حلوة ازاي، والصوص خطير وكل حاجة كانت مظبوطة بالظبط. هتقدموها مع الرز بالشعرية او الرز الابيض، او حتى كده مع عيش بلدي وحبة سلطة، كفاية قوي. تسوية البطاطس والكفتة كانت حلوة قوي، وكانوا شاربين من الصوص كده فطعمهم حلو جدا. نص كيلو اللحمة عمل 12 قطعة كفتة بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، يعني تكفي من 4 ل 6 أفراد، ولو مش بياكلوا قوي كمان ممكن أكتر. اوعوا تحرموا نفسكم من أي حاجة نفسكم فيها، حتى لو هتعملوها بكمية قليلة. جربوها، أنا واثقة جدا إنكم هتحبوها.